بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ريت يا جماعة قبل ما أدخل في موضوع الحلقة حضراتكم تدعموني ومشاركة على قناة على اليوتيوب انجكشن العالمي. ولو أنت مش فاهم حاجة خليك مع انجكشن الخواجة. طبعا النهاردة أكلم حضراتكم على اللاعب المصري المحترف في صفوف نادي فرانكفورت الألماني، اللاعب عمر مرموش. حلق حوش يمسك الطرطور على مات. عمر مرموش مصري من فصيلة الوحوش. طبعا عمر مرموش كان بيلعب في وادي دجلة في موسم 2016 2017، وطبعا ده كان آخر موسم ليه في وادي دجلة، ثم انتقل إلى نادي فولسبورج الألماني. ومن هنا بدأت رحلة عمر مرموش. عمر مرموش اللي قال عليه الكابتن شوقي غريب إن لازم يجتهد ولازم يثبت إن هو قد تيشيرت منتخب مصر، وإن هو يبقى أحسن من اللعيبة اللي موجودة داخل الدوري المصري. ده بيثبت عشان ناخدها جزئيه جزئيه كده ان الناس اللي بتتكلم وتقول احنا لعبنا كوره، او المدربين اللي لعبت كوره او كان لهم تاريخ في الكوره او كانوا لعيبه جامدين زي الكابتن شوقي او الكلام ده كله، ان هم ما بيفهموش اي حاجه عن اي كلام. فطبعا النهارده لما تيجي انت تتكلم كراجل عندك افكار كرويه بتقدمها للناس، الناس مش عايزه تعتمد ورق اعتمادك، يعني مش عايزه تديك اوراق اعتمادك في اللي انت بتتكلم فيه. ده بيثبت ان العقليه في التقليه. فطبعا احنا النهارده كمحبين للكره وناس بنحب الكره اكتر من اي حاجه، وما نطلع نتكلم ونوضح وجهه النظر للناس دايما تلاقي فيه ثغرات وفيه ثقوب من ناحيه العقليات المريضه اللي عايزه مرهم مستفزين للتسلق. النهارده يا جماعه فكره اه ان اللاعيبه اللي بتنجح في اوروبا، او ما هو سر في نجاح اللاعيبه في اوروبا، رقم واحد السرعه. رقم واحد السرعه، رقم واحد السرعه. يعني النهارده محمد صلاح اهم ميزه كانت في السرعه، تريزيجيه كان اهم ميزه في السرعه، وده برضه نجح بشكل كويس في اوروبا. وعمر بسم الله ما شاء الله بيسير على خطى محمد صلاح وتريزيجيه، وان شاء الله ربنا يكرمه ويبقى طبعا في اعلى المستويات. الفكره كلها النهارده عمر لعيب كبير، عمر لعيب سبرنتر، عمر لعيب اضافه. عمر قدر النهارده يا جماعه يلعب 32 مباراة مع فرانكفورت الألماني في جميع المسابقات اللي بيشاركوا فيها. قدر آه، يساهم في 21 هدف، قدر يحرز 15 ويعمل 6 اسيست. الفكرة النهارده عمر يعني لعيب عنده فيجن، يعني عنده رؤية دايما. تلاقيه بيروح بالكرة وبيعدي من واحد واثنين وبيقدر يشوط او يسدد بقوه على المرمى، الحاجات اللي انت ما بتلاقيهاش في اللعيبه اللي هنا ما عندوش تخوف، لا بيلعب وبيلعب يعني عنده بسم الله ما شاء الله التاسيس بتاعه كان كويس. طبعا عمر كان في وادي دجله، وطبعا الناس كانت مهتميه بقطاع الناشئين زياده، مش زياده عن اللازم، لا ده الطبيعي، وقدرت ان هي تطلع لعيبه محترمه في الانديه الاوروبيه. الفكره كلها يا جماعه ان المفروض، وده الطبيعي، ان الفرق كلها المصريه تعمل زي وادي دجله، تشوف الناشئه فين وتقدر تشتغل على اللعيبه والكلام ده كله الى اخره. الفكره النهارده كلها يعني عمر بسم الله ما شاء الله، يعني عمر مواليد محافظه القاهره، إيه، تحديدا يعني في 7 فبراير العام 1999. يعني لعيب بسم الله ما شاء الله لسه 24 سنه ولسه ما كملش ال 25 سنه. ربنا يكرمه ان شاء الله باذن الله ويكمل على هذا النهج. عمر لعيب كبير واضافه وانا شايفه، بس الفكره كلها ان اللعيبه لازم تجتهد ولازم تشتغل على سر الفنكوش عشان توصل لعمر مرموش. فالنهارده انت بتشوف تخاذل، ما علينا من التخاذل، النقط اللي احنا بنتكلم فيها كل مره. النهارده الفيديو ده بتكلم فيه يعني عشان ناخدها جزئيه جزئيه. عمر لعيب كبير، عمر اشتغل على نفسه، عمر اجتهد، قدر يثبت بعيد عن اللي الكابتن شوقي غريب قاله. تمام. وده الناس المدربين ودي الناس اللي لعبت في الكوره، فمش كل واحد لعب كوره وكل واحد مثلا قال انا لعبت في نادي او زي ما احنا بنشوف، وخصوصا الاكاديميات في اليومين اللي احنا بنتكلم فيهم دول، هيبقى مدرب كويس وهيبقى راجل عنده طريقه واسلوب، وهيقدر ان هو
خصوصا المدربات الوطنيه او الناس اللي بتمسك منتخبات مصر في المرحله السنيه الصغيره دي، انه يقدر يتعامل مع كل العقليات ديت. للاسف المرحله دي بتبقى صعبه، وعايزه ناس واسعه الافق والاطلاع، وعندها فيجن في المستقبل، تقدر ان هي رؤيه المستقبل، انها تقدر تشوف اللاعب ده يبقى اضافه او الكلام ده كله. ما تجيش تلاقي الهجس اللي انت بتسمعه من المدربين ومن الناس اللي انت بتشوفهم على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شاشه التلفزيون والكلام ده كله. انا بقول مش كل الناس اللي هتفهم في كواليتي اللعيبه، وده واحد من اللي ما اثناش عليه الكابتن شوقي غريب، الا وهو اللاعب عمر مرموش. يعني عمر مرموش لاعب على طراز رفيع. النهارده الصحف البريطانيه اتكلمت على عمر مرموش بشكل كويس. يعني النادي اللي هيروح له او يعني هينضم لمين او الكلام ده كله. طبعا الحاجات دي يا جماعه لسه ما بانتش قوي، بس ان شاء الله هو يعني اقرب لفرق البيج 6 اللي هم في البريمير ليج. يعني السته اللي فوق دول ان شاء الله يكون لنا نصيب في نادي كبير. وانا اتمنى ان اشوف لاعب واثنين وثلاثه وعشره في الدوري الانجليزي. وده دي حاجه يعني عشان تليق بطموحنا احنا كجمهور وكناس محبين للكره المصريه. يعني عمر مرموش النهارده خير دليل على ان في لاعيبه كويسه، بس الفكره كلها عايزه بس العين اللي تشوف وتشتغل. والراجل اللي بيبقى كويس وبيثني عليه مدرب ويقول له انت كويس واشتغل على نفسك، لازم يمشي ويكمل ويتعب ويتمرمط ويشيل الطين بالبلدي كده علشان يقدر ان هو يوصل لابعد المراحل. لان انت عمرك في حياتك ما هتلعب كوره وهتمسك من الكوره فلوس وهيطلب فيك سعر. والصحف البريطانيه والايطاليه والفرنسيه والوليه والراجل والست والبت وكل الناس هتتكلم عليك الا لما تتعب وتتبهدل وتتمرمط وتخبط هنا وتقع وتقف عشان خاطر تبقى دي قصه كفاح وتقدر ان انت تستند اليها وتقف على رجلك وتبقى كويس وتبقى محط انظار العالم. الفكره النهارده في موضوع الفيديو ان انا بتكلم وبقول النشأة، الناس اللي بتمرن والناس اللي عندها بلان خطة عاملاها عشان تقدر تطلع لعيبة زي منظومة وادي دجلة، هي دي اللي انا اتمنى ان جمهوريه مصر العربيه كلها كل الانديه تعمل زي وادي دجله. يبقى في ناس شغالين على الانشاء وشغالين على التطوير وشغالين على عندهم عين كشافه في كل انحاء الجمهوريه عشان تقدر تطلع لعيبه. هي دي الفكره اللي احنا نقدر نتكلم فيها، وهي دي الافكار، وهي دي كرة القدم الحديثة. انك النهارده بتجيب كونسلت متخصص في جميع التخصصات كمدربين ومخططين احمال وناس دارسة في اوروبا، وبتيجي تشتغل وبتعمل خطة وبتعمل مشروع عشان تقدر ان انت تطلع لعيبة. مش هو راح فين يا زفة راح انطق وراجعة، راح فين يا بجع راح الملعب وراجعة، والشغل طنطم جاب لهم على النص وما تزوقين يا ماما وام يا ماما والشغل ده كله. الحاجات دي عايزين ايه نخلص منها عشان احنا تعبنا، وعايزين نشوف حاجه تليق بينا احنا كلاعيبه مصريين. عمر مرموش ان شاء الله باذن الله يكون له نصيب ويبقى موجود في الدوري الانجليزي. واتمنى ان يبقى في عمر مرموش تاني وتالت ورابع، واتمنى ان يبقى في صلاح خامس ومليون والكلام ده كله عشان منتخب مصر يبقى قوي. اتمنى ان موضوع الحلقه يكون نال اعجاب حضراتكم، واتمنى حضراتكم تدعموني على قناتي انجكشن العالمي على اليوتيوب ومشاركه. الموضوع مش صعب عليك، يعني بدل ما انت قاعد تلعب في مناخيرك او في ودانك انجكشن هيقول لك ايه ادمانك. تمام. وما تنسوش برضو كلمه السر انجكشن مستمر. وتحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.